هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده لطلاب ثانويه عامه. حرفيا الفتره دي اكتر فتره حاسمه لكل الطلاب اللي في ثانويه عامه، واكتر فتره انت هتبذل فيها شغل او مجهود انت ما بذلتوش من اول الترم. حرفيا كل اللي كنت بتعمله من اول الترم ولا حاجة باللي انت هتعمله في الشهرين اللي فاضلين دول لحد الامتحانات. ودي اكتر فترة هتوصلك حرفيا للمجموع اللي انت عايزه لو بذلت فيها شغل كبير قوي وعملت كل اللي تقدر عليه. بجد هتوصل للمجموع اللي انت عايزه. لو انت ما استغلتش الشهرين دول كويس، صدقني ثانوية عامة كلها هتضيع من بين ايدك. انا في الفيديو ده هقولك على شوية حاجات كده لازم تعملهم الشهرين اللي باقيين دول قبل الامتحانات، علشان لما تيجي وتدخل الامتحانات تكون كده مظبط الدنيا وضامن ان انت هتجيب اعلى الدرجات في كل المواد. اهم حاجة لازم تعملها الفترة دي واول حاجة هتكلم فيها وهي كثرة حل الامتحانات. لازم تحل امتحانات كتير قوي 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 على قد ما تقدر. الاهم بقى من ان انت تحل امتحانات الكتب الخارجية هو ان انت تحل امتحانات الوزارة. امتحانات الوزارة مهمة قوي قوي قوي، وهي دي اللي هتسيستم دماغك على طريقة الامتحان اللي انت هتمتحنها. يعني مثلا ما تفتكرش ان انت لما تحل 60 امتحان ولا تحل 50 امتحان فكده انت خلاص داخل الامتحان ضامن الامتحان. انت لازم تبص على امتحانات الوزارة، تشوف اصلا دماغ الشخص اللي بيحط الامتحان ده هو حاطه على اساس ايه، وايه الاجزاء اللي مركز عليها، وايه الاجزاء اللي بيجيبها كتير في الامتحانات، وايه الاجزاء اللي ممكن يغير لك في الصيغه بتاعتها في الاسئله. شوف احنا لينا كام سنه في النظام الجديد؟ احنا حرفيا من 2021. فالفكره هنا هي ان انت تبص على دماغ الشخص اللي حاطط الامتحان، مش ان انت تحل امتحانات كتير قوي. لا، الفكره ان انت تشوف وضع الامتحان ده وضعه ازاي بيحط الامتحان، ايه الاجزاء اللي بيركز عليها، صيغه السؤال ازاي. فانت لازم تعود نفسك على ان انت تحل امتحانات الوزاره والاسئله بتاعت الوزاره كلها قبل ما تدخل اي امتحان. قبل ما تدخل اي امتحان في ثانويه عامه انت لازم تكون حلل امتحانات الوزاره في كل المواد. فابدأ من دلوقتي دور على الامتحانات دي وابدأ حلها وشوف الحل بتاعها صح ولا غلط مع المستر بتاعك. فانت هتلاقي كده بتاع 5 امتحانات 4 امتحانات للوزارة بتوع السنين اللي عدت كمان اللي امتحنوها ثانوية عامة. فالامتحانات دي مهمة قوي قوي، وحاول ان انت تحلها ومن دلوقتي تبدأ ان انت تدرب نفسك على شكل الامتحان اللي جه في السنين اللي قبل كده، اللي هم ال4 امتحانات او ال5 الامتحانات. هم تقريبا 5 أو 4، فدور عليهم يعني هتلاقيهم المفروض ان هم بيكونوا موجودين. يعني المفروض اي كتاب خارجي انت هتلاقيهم موجودين في اخر الكتاب. المفروض الحاجه اللي بعد كده واللي عايزاك تعملها الفتره دي وهي ان انت لازم الفتره دي او الشهرين دول ان انت تمشيها مراجعه وحل، مراجعه وحل امتحانات، مراجعه وحل امتحانات، وهكذا لحد ليله الامتحان. يعني انت بتمشيها مراجعه وحل. طب انا دلوقتي مثلا عليا شويه تراكمات او عليا شويه في المنهج انا ما خلصتهمش. المفروض ان كل المدرسين دلوقتي خلصوا، المفروض يعني. فالمفروض ان انا لو ما خلصتش المنهج بتاعي او في حاجات متراكمه عليا وانا ما ذاكرتهاش لحد دلوقتي، فحاول ان انت تعمل جدول كده تمشي عليه، جدول يكون خاص بيك انت لمده شهر، ما يعديش الشهر. يعني انت خلال شهر 4 كله مثلا بتلم التراكمات وبرده بتحل وبرده بتراجع على الحاجات اللي قبل كده لحد شهر 4 ما يخلص. انت كده خلصت كل التراكمات اللي عليك. الحاجات المهمه اللي عايزاك تعملها برده الفتره دي وهي ان انت في اثناء ما بتحل امتحانات كتير او في اثناء ما انت بتراجع وبتحل فاكيد بيقابلك اسئله افكارها متشابهه، صح كده؟ هتلاقي اسئله كتير الافكار بتاعتها متشابهه. فالاسئله دي عايزاك تعلم عليها كده بقلم ملون وتخليها على جنب كده او تكتبها في كشكول لوحديها، ايا كان اللي انت هتعمله. المهم ان انت ترجع للاسئله دي تاني في ليالي الامتحانات. ليه بقولك الكلام ده؟ لان الاسئله اللي هتلاقي افكارها بتتشابه، هو الفكرة هتتشابه لكن صيغة السؤال هتختلف، وده الطبيعي وده اللي انت هتشوفه في الامتحان. يعني الفكرة هتتشابه ولكن السؤال صيغته مختلفة، السؤال صيغته جديدة عليك، لكن الفكرة بتاعت السؤال هي عدت عليك قبل كده. فمش عايزاك تتفاجأ خالص، بس انا عايزاك تعلم على الأسئلة دي. فأي سؤال برضو هيقابلك فكرته جديدة وانت مش عارف تحله، علم عليه وخليه على جنب كده وابدأ دور على الحل بتاعه او اسأل المستر بتاعك او ايا كان. المهم ان انت هتلاقي الحل بتاعه، يعني حتى لو على اليوتيوب في اي حتة ابدأ ذاكر الحل ده وافهمه كويس وافهم الفكرة بتاعت السؤال. لان من المتوقع، وانا هيني بنبه عليك، من المتوقع جدا جدا ان هتلاقي اسئلة فيها نفس الافكار اللي انت بتلاقيها دي بس بطريقة تانية.
يعني السؤال مش هيكون مألوف بالنسبة لك، ولكن الفكرة هتكون مألوفة. واخر حاجة هنبه عليك فيها او كنصيحة يعني مني، وهي ان انت لما تيجي تحل اي سؤال في الامتحان او في اثناء ما انت بتحل دلوقتي يعني في الامتحانات او الاسئلة اللي انت بتحلها، حاول ان انت تحلها بطريقة الاستبعاد. ايه هي طريقة الاستبعاد؟ طريقة الاستبعاد ان انا بقرا السؤال، بفهم السؤال، بشوف ايه الحاجات اللي مش تبع السؤال ولا تخص السؤال اصلا فبستبعدها، بعمل عليها غلط. امشي بالطريقة دي دايما في الحل بتاعك، هتلاقي ان في الاخر في اجابة واحدة بس فضلت معاك بتبقى هي دي الاجابة الادق والاجابة الصح. انت لو مشيت بطريقة الاستبعاد ان انت تستبعد اي اجابة خطأ في الاختيارات، هتلاقي ان في الاخر فضل معاك اجابة واحدة، حتى لو انت مش متأكد ان هي دي الاجابة بس هتبقى هي الاجابة الصح. طالما انت مشيت بطريقة الاستبعاد هتلاقي ان الموضوع وصلك لاجابة واحدة في الاخر. انا استبعدت الاجابة دي لان هي مش تبع السؤال، استبعدت الاجابة دي عشان هو مش بيتكلم على دي. والله يعني تقفلوا الامتحانات كده وانا خلصت الفيديو بتاعي. ما تنسوش بقى ان انتوا تعملوا لايك، سبسكرايب وشير بقى، وبس كده. باي باي.